والمرة اللي القاها تصرخ حاجة وكلها المركوب. وقف الفرح دي، يعني انتم شغالين طابل والجنازي محدش جاي فيكم موقف وفوق كله دي واد عمكم ميت مش حد غريب، يعني المفروض تأجلوا الفرح. ده الغريب يا راجل وعرف يواجب بيختش على دمه بيأجلوا الفرح وانتوا ايه فرحانين ولا كان عندكم واجب. يعني قصد افهم من كلامك يا ولد عمي اللي احنا نوقف طبل الزمار والفرح عشان خاطر اخوك صح مش هيحصل. وزي ما بتقول انت يا ولد عمي هي الفرحه بتيجي مره واحده في العمر. يعني معنى كلامي اللي مش هوقف فرح ولا يتفرج في الشارع والمعازيم اللي في الشارع كلها تيجي وتاكل على حسابي. مسموع ولا مش مسموع؟ ويلا اتكل على الله. خلاص احنا عرفنا ان اخوك ميت الله يرحمه، احنا بقالنا 10 سنين مستنين الفرح دي. يعني معنى كلامنا يعني تاخذ بعضك وتمشي. بعد احترامي لكم يا اخواتي انت يا ولد عمي، وبعدين النهارده عندي بكره عندك، احنا ما بنفهموش في الوصول، احنا عايزين نفرح ولا انت هتمنعنا نفرحوا؟ يعني خلصت كلامكم يا علة عمي؟ يعني معنا صح برضه هتكملوا في فرحتكم، عيب عليكم. اخويا دي لما كنت انتوا بتعيوا كان بيرمح في الاخر، لما مات القاكم عاملين فرح وكمان مش زعلانين عليها جايبين طبلوا الزمار. عيب عليكم يا علة عمي، خليتوا الناس الغريبة، الناس الغريبة اقسم بالله بتوقف مع جاري وعلة عم تقفش مع علة عمي. عيب عليكم. يعني معنى كلامك يا ولد عمي بتقول اخوك كان يرمح لي، كان زمان الكلام ده وبعدين كان يرمح لي كنت ارمح له بدل المرة 20. فمرة قلت له وجنبتي تحت رجله فالله يرحمه. خلاص انا راجل في فرح دلوقتي مش هوقف الفرح لو مين جه. مفهوم كلام ولا مش مفهوم؟ يا راجل انا صارف مليون جنيه فرح شباس عايز نوقف الفرح بتاعي يا باس. يعني ايه صارف مليون جنيه؟ يعني انت عندك دم تفرح وولد عمك ميت خليت الناس تتكلم عليني. عيب عليكم. سيبك منه يا ابوي ده مجنون، كمل فرحتنا خليها تعدي على خير. على رايك يلا توكل على الله. ماشي يا علة عمي فرحانين والله لا اضرب العرس اللي انتوا فرحانين بيه مش ولد عمي بس حلال فيه الموت. ولد ابوي ولد ابوي ما كانش يومك والله. بقالنا 10 سنين مستنين اليوم ده عشان نفرحوا. يا ولد ابوي رد علي. بس بقول لكم ايه، انا عارف مين اللي عمل كده وهجيب له حقه برضه. والله العظيم 3 يا ولد ابوي. يا ولد ابوي